السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسلام. بشكركم بجد جدا على التعليقات الجميلة وكلامكم الجميل اللي بجد بيفرحني وبيسعدني. شكرا لكم جدا بجد من القلب. فيديو النهاردة بقى هنشوف مع بعض فنان مصري معروف وانتوا بتحبوه جدا، مثل في مسلسلات كتير طبعا، من الناس اللي هي بتوع يعني نقدر نقول عليهم كده من الزمن الجميل، فنان من الزمن الجميل. هو زار الجزائر من 40 سنة وعاد تاني. يعني هو طبعا فيديو قديم، عشان اللي هيدخل يكتب لي الفيديو قديم اكيد طبعا فيديو قديم، لكن بيعجبني. يعني انا بيعجبني فيديوهات قديمة لكن بتبقى حلوة، مش شرط تبقى جديدة. يعني فيديوهات قديمة بس نادرة، او ممكن محدش يكون شافها قبل كده. فهو مثل كتير جدا، واشهر ليه مسلسل مشهور جدا. يعني اللي يعرف المسلسل ده يكتب لي في التعليقات. مسلسل مشهور جدا مع الفنان رحمه الله نور الشريف. ومسلسل جميل جدا وكلنا بنحبه جدا، ويمكن يعني الناس كلها الدول العربية بتحب المسلسل ده. فتعالوا بينا نشوف يا ترى مين هو الفنان اللي بيعشق الجزائر ده، وايه اللي قاله عن الجزائر بعد غياب 40 سنة. يعني هو من 40 سنة كان زار الجزائر ورجع يزور الجزائر تاني. تعالوا نشوف مين الفنان ده وهنرجع لكم تاني. معنا الأستاذ القدير الفنان عبد الرحمن أبو زهرة. أهلا وسهلا بك في الجزائر. أهلا بك يا أخي. أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، هل هذه زيارتك الأولى للجزائر أو سبق لك وزرت الجزائر؟ بعد معلومات اللي عندي كان سبق لك وزرت الجزائر. لا، هذه زيارتي الثانية، بس بينهما حوالي 40 عاما أو 40 عام. كان سنة 62 الأولى في عيد استقلال الجزائر أيام الرئيس بن بلة، ودي تاني مرة بقى. ثاني مرة. طبعا أنا ما عرفتش الجزائر، لأن الجزائر القديمة حصل فيها تطور عمراني كبير جدا، وشكلها بقى مبهج عن لان احنا كنت انتوا خارجين من الاستعمار حديثا، وكانت المسائل صعبه جدا على جميع المستويات. دلوقتي انا شايف نهضه ثقافيه وعلميه وشيء جميل ورائع. استاذ عبد الرحمن ابو زهره، احنا من على اسابيع نحتفل بعيد الوطني للفنان الجزائري اللي صادف 8 جوان ككل سنه. كلمه تقولها لكل الفنانين الجزائريين. اللي هو المسرح باسمه، الفنان اللي كان الفنان المسرح محي الدين بشطازي. بدنا نحتفل بعيد الوطني للفنان ككل سنه 8 جوان. عيد الوطن للفنان، كل الفنانين. هو انا اقول لهم ان الفن في الجزائر لم يتوقف حتى في ظل الاحتلال وتحت المعارك القاسيه والنضال القاسي، حتى كانت سميت بلد المليون شهيد، ومع ذلك كان الفن بيقدم دوره في المجتمع. فيعني المفروض بقى ان الفنان بمناسبة عيده الوطني انه يتذكر كل شهدائه من الفنانين ويكرمهم، كما حدث حتى بعض الاسماء في مهرجان المسرح اليوم. استاذ عبد الرحمن ابو زهرة، هل في انتاج جديد مسلسلات عن قريب ان شاء الله نشوفه في التلفزيون؟ في اعمال كثيره جدا ان شاء الله، بس ما اقدرش اتحدث عنها الان لغايه ما تنتهي. يعني لغايه ما في تحت التوقيع، مشروع تحت التوقيع، وفي مسلسل انتهيت منه، مسلسل حبداه ان شاء الله. استاذ عبد الرحمن ابو زهرة، اذا كانت الجمعيه الفنيه الثقافيه الالفيه الثالثه وجهت لك دعوه حضور حفل فني تكريمي مره اخرى، هل تلبي الدعوه؟ مؤكد ألبي الدعوة إذا كانت الظروف العملية تسمح. يعني أنا مقتنص أسبوع بالعافية علشان أنا عندي تصوير يوم السبت القادم. أنا نغتنم الفرصة بحضورك هنا في قاعة المسرح الوطني الجزائر، وراح إن شاء الله نكرمك الآن في هذه اللحظة. اعترافا وتقديرا لما قدمه في خدمة المسرح والفن والثقافة العربية. شكرا. طبعا أنا جاي لتكريم، فأصبح هناك تكريم آخر من الجمعية، فيبدو والله أعلم أنه يوم التكريم. يعني كان الواحد من خلال سنوات عمره يمكن لم يكرم، إنما في هذه الأيام بكرم في مصر وأكرم في الجزائر، وبشرة خير إن شاء الله. مرحبا بك مرة أخرى.
معنا الأستاذ القدير الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أهلا وسهلا بك في الجزائر. أهلا بك يا أخي. أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، هل هذه زيارتك الأولى للجزائر أو سبق لك وزارة الجزائر؟ بعد معلومات اللي عندي كان سبق لك وزارة الجزائر. طبعا فيديو جميل جدا، الفنان الرائع عبد الرحمن أبو زهرة. في ناس كتير بتحبه، في ناس كتير ممكن ما تكونش تعرفوا الأجيال الجديدة يعني، لكن أنا عايزة بقى شطارة الجزائريين بقى. يعني شفتوا أنا دايما بسألكم عن حاجات في الجزائر ومعلومات وحاجات، أنا بقى عايزة أختبر معلوماتكم المصرية. يعني أنتوا عارفين إيه عن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة؟ مش هصعبها عليكم. هو مسلسل عمله، مسلسل مشهور جدا مع نور الشريف. يعني أنا كنت لسه هقول اسمه، مش عايزة أقول اسمه، انتوا بقى اكتبوا لي في التعليقات اسم المسلسل المشهور ده. وكان هو قايم بدور، او يعني مثل الدور بدور معلم، او دور يعني حاج كده، معلم كان ليه اسم مشهور برضو. فهتذكروا لي اسم المسلسل واسم اسمه في دور، يعني دوره في المسلسل كان اسمه ايه في المسلسل، الحاج ايه او المعلم ايه، واسم المسلسل ايه. يعني بختبر معلوماتكم اهوت، ربنا يسترها بقى وتشرفوني كده وتقولوا لي على الاجابه صح. واللي هيقول بقى الاجابه صح طبعا هبقى اقول بعد كده مين اللي جاوب صح ومين اللي كده، يعني هبقى ارد عليكم يعني. فبجد الفيديو جميل جدا، ممكن يكون فيديو قديم لكن ظهر الحب الجميل في قلب الفنان عبد الرحمن ابو زهره. فبشكركم جدا، شكرا لكم جدا. مستنيه طبعا تعليقاتكم، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه. معنا الأستاذ القدير الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أهلا وسهلا بك في الجزائر. أهلا بك يا أخي. أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، هل هذه زيارتك الأولى للجزائر أو سبق لك وزارة الجزائر؟ بعد معلومات اللي عندي كان سبق لك وزارة الجزائر. لا، هذه زيارتي الثانية، بس بينهما حوالي 40 عاما أو 4. كان سنة 62 الأولى في عيد استقلال الجزائر أيام الرئيس بن بلة، ودي تاني مرة بقى. تاني مرة. طبعا